ليلى كان شعرها سحري اللي يأكل منه شعره يكبر، وشغالة في مطعم. صاحب المطعم كان بيستغلها ويقطع من شعرها كل يوم حتة يحطها على اللحمة المفرومة، وفجأة أكل حتة عشان شعره يكبر. شعره كبر وداها اللحمة عشان تطبخها للزباين. كانت بتعمل أكل وهي حزينة وزعلانة، نفسها تتخلص من السجن ده وتعيش حياتها. الرجل الشرير أخذ منها الأكل اللي فيه الشعر المسحور، قدم الأكل للراجل الأقرع عشان شعره يكبر ويديله فلوس كتير. أول ما أكل اللحمة المسحورة شعره كبر وبقى مصدوم. الراجل قال لأصحابه وكلهم أكلوا اللحمة المسحورة وشعرهم كبر ومش مصدقين، والراجل الشرير كسب فلوس كتير جدا. وفي يوم ليلى قررت تطلب منه فلوس، راح مخبي الفلوس واداها دولار واحد بس، خدته ورميته وقالت له أنا عايزة حقي، شوف شكلي باقي عامل ازاي. مسكها بعنف وقفل عليها الباب وحبسها في أوضتها وحيدة. كانت حزينة وبتعيط، فجأة شافت جنبها البرجر المسحور. جالها فكرة، فضلت تاكل في البرجر لحد ما شعرها ملا الأوضة وكسر الباب. أفدت المقص وقصت شعرها كله، ولعت في شعرها المقصوص عشان تولع في المطعم وتنتقم من صاحب المطعم. المطعم كله ولع وانتهى والناس كلها بتجري وخايفة. ليلى راحت الشرطة وبلغت عن الرجل الشرير. الشرطة سجنت الرجل الشرير وكان متغاظ من ليلى ونفسه ينتقم منها، وليلى ما استسلمتش وفتحت مطعم جديد وحققت حلمها انها تبقي طباخة مشهورة. وبعد سنين المطعم بقى مليان زباين وبقت أسعد واحدة في الدنيا.